السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. اليوم جيت نحكي لكم على قصتي مع الجنون واللي حشرت لي قلبي من ناحيتهم. المهم ندخلوا في القصة. انا سميتي اشرف، 22 سنة، وكنسكن بمدينة تطوان. عندي 3 ديال خوتي والوالدين. انا واحد الانسان كيعجبني نسمع ولا نشوف ولا نقرا على شي حاجه ديال الجنون، حيت كيعجبني داكشي وكيجيني عادي. كنقول كيف ما حنا عايشين غادي يكونوا حتى هما عايشين، وهذا الشيء هذا من الصغر ديالي وانا بحال هكا. فين ما كان شي ظلام ولا شي خربه كيقولوا بلي فيها جنون، كنت انا الصغير في الدراري ديال الدرب ديالنا كنمشي معاهم في اي بلاصه كيظنوا بلي فيها جنون ولا شافوهم فيها. ومع الوقت ولا داكشي بحال نقولوا كيجيني عادي ولفتو. كنا ديما كنتسناو انا ولاد دربنا تجي 6 ديال العشيه باش كيطيح الظلام باش ندخلوا لواحد المدرسه مهجوره في حومتنا. كنا ديما كندخلوا معنا الشمع والقران والملح، زعما الا خرجت لينا شي حاجه نرشوها عليه. كنت كنتمنى شي نهار نتصادف مع شي منظر غريب ديك المدرسه، مثلا نشوف شي جن ولا طيح شي حاجه، المهم اي حاجه غريبه اللي تخليني نزيد نامن بداك الشيء. ولكن ما كانش كيحالفني الحظ. كنا غير كندخلوا كنلقاو شي رسومات وشي كتابات غرابين في الحيط وصافي، وكنخرجوا بحال اللي نقولوا فاقدين الامل. حيت الصغر كيف ما نتوما عارفين اي واحد كانوا كيعجبوا المغامرات. الاكثريه الا كنتي مع ولاد دربكم كل واحد كيبغي يبين الزعامه ديالو على الاخر. واخا الوالدين كانوا دائما كيخاصموا علينا باش ما نمشوش لديك المدرسه، ولكن اللي في راسنا ما كاينش اللي يحيدو. المهم ولا داكشي من الهوايات ديالنا، كل نهار نفسي نتلاقى ونجمعوا ونمشيو لديك المدرسه. ولكن هاد المره كنا كندخلوا كنبقاو نعايروا فيهم الله يخرجوا زعما، حتى كنسمعوا واحد الصوت ديال واحد الحجره ضربت في الحيط. صافي كلشي تما جمود وكلشي تخلع. حسينا بلي داكشي بدا كيكبر وتمينا خارجين بالزربه. انا شخصيا واخا خرجت مخلوع، ولكن في نفس الوقت خرجت فرحان. داكشي اللي بغيتو انا شفتو، بحال نقولوا الامنيه ديالي تحققات. المهم كما العاده تجمعنا تاني انا والدراري ومشينا لديك المدرسه، ولكن هاد المره خرجنا بلا نتيجه. صافي تما هبطت فحالي للدار، وصلت ويتح ليا الوالده مع الفتحه ديال الباب. كنسمع صوت ديال شي واحد كيقرا القران بجد. اواه شكون هذا؟ ما هو الصوت ديال التلفازه؟ ما هو الصوت ديال شي حد من العائله؟ طالع في الدروج وكنطرح في نفسي عده تساؤلات. واش هذا الفقيه جايبينو ليا ولا شي حد مات؟ المهم راكم عارفين الصغر ما فهمت والو. يلا دخلت للدار وانا نلقى خالي وثلاثه ديال خالاتي والوالده، وواحد الفقيه شاد في الراس ديال خالتي وكيقرا عليها بالجهد. شفت فيها كيبان لها غير البيض ديال عينيها ووجهها ما فيهش الدم، وصبعانها بحال يعواجو. انا في ديك اللحظه زدت استغربت، حيت هاد خالتي عندي عزيزه وباقا صغيره وعاشت معنا نقدروا نقولوا بحال اختي. وكنقول في نفسي يا ربي ما يكون طاري ليها والو. ولكن اول حاجه جاتني في بالي هي سكنها شي جن. المهم يلا جيت نهضر وهي تشير ليا الوالده من بعيد، قالت لي قطع الحس والاعصاب بين ليها من خلال الملامح ديال وجهها. انا ديك الساعه دخلت لقيت خويا اللي صغر مني مغطي بالمانطا وخايف. كنقول لي اش كاين؟ ما باغيش يهضر. وليت كنقول في نفسي ياك ما ديك المدرسه اللي كنت كنمشي ليها هي اللي كانت سبب في هادشي، ودوك الجنون اللي فيها بحال يبغاو ينتقموا مني. المهم بزاف ديال التساؤلات جاوني في بالي، تقدر تكون منطقيه وتقدر تكون لا. شويه وهي تدخل عندنا خالتي الكبيره، قلت لها اشنو كاين؟ قالت لي تبعني باش ما يدخلعش خوك الصغير. المهم دخلنا للكوزينه وهي تقول لي يا خالتك تسكنات. انا في ديك الساعه ما نوصفش لكم الاحساس ديالي، كنقول كون غير تسكنت انا وهي لا. المهم قلت لها كيفاش حتى تسكنات واش هنا؟ قالت لي لا في الدار ديال جداتك. قالت لي باللي كانوا جالسين كاملين وهي كتسيق في الدار في شي 6 ديال العشيه، وخالتي فيها واحد الصنعه خايبه ديما كتسيق الدار بالمطايب. قالت لي باللي هما كانوا جالسين حتى كيسمعوا الصوت ديال الطرشه بالجهد، والصوت ديال خالتي طاحت. ناضو كيجريو لقاوها مغيبه وكتقفقف، ما فهموا والو. كلشي تخلع، ها اللي كيقول ضربها الضو، ها اللي كيقول ضربها جن. المهم كل واحد وشنو كيقول. كانوا هابطين بها للسبيطار. الساعه الوالده عرفت اللي كاين، ملي سمعتها كتكلم شي كلام ماشي مفهوم قالت لهم غادي نهبطوا لدارنا ونعيطوا للفقيه. المهم داك الفقيه هو اللي معنا في الدار.
الصباح هو كيقرا عليها وكيرش عليها في واحد الماء، ولكن والو. داك الفقيه بحال هي وكيقول لهم بلي حالتها غريبه، وهي حالتها ما غريبه ما والو، غير هو ضعيف وصافي. وقال لنا بلي كاين واحد الفقيه في المقابر ديال المضيق، هذاك هو اللي يقدر ينفعنا. مهم قال لنا خلوها ترتاح دابا، ومشى بحالو. بقينا معاه حنا موراها بشي ساعه ديال المكانه تقريبا، وهي تفيق عادي. كتقول لنا فين انا، كلشي بقى تيهدي فيها، كيقولوا لها غير زلقتي وتحطي. ما كاين والو. حنا كنا شارين ديك الساعه القران في التلفازه، قالت لينا نقصوا على يدي من ديك التلفازه، عاد هضروا معايا. كلشي تستغرب، حتى واحد ما عارف دابا واش كيتكلموا معاها ولا مع شي جن. مهم انا الصراحه تخلعت واحد شويه، وفي نفس الوقت تنقول اشنو غيطرا كاع. ياك داكشي اللي كنت كنقلب عليه هو جا حتى لعندي، ولكن جا عن طريق عائلتي، وهادشي اللي ما حملتوش. المهم هي ناضت عادي وقالت لنا فيا الجوع، ومشات للكوزينه وكلشي ساكت. شويه ترجع وفدها واحد الخبزه حافيه وكتاكل فيها بواحد الشراهه بحال اللي ما عمرها كالت. المهم بقى كلشي كيشوف فيها وما عارفينش مع من كنتعاملوا، ولكن كلشي كان كيتكلم معاها وكيهضر معاها عادي بحال ما طاري والو، واخا علامات الاستغراب باينين على كل واحد فينا. المهم جا الوليد مع 11 ديال الليل من الخدمه، يلا دخل، وهي تشوف فيه بواحد الشوفه ديال الحقد. قالت ليه انت ما كنحملكش. بدا هو كيضحك، قال لها سيرة ناس احسن ما نجي نعسك بشي طرشه. هو قالها ليها زعما غير من باب الضحك وصافي، وهي بغات تلصق فيه، كتقول ليه واجي جرب باش نخرج عليك. بقى هو كيضحك ودخل لبيتو بحال ما واقع والو، ويتبعو داك خليل اللي كان معانا وعاود ليه كل شيء. الوليد كان عيان وتكا وما تسوق لوالو، حسيت بيه بحال جا داكشي عادي. المهم ضربت ديك 12 ونص، قالت لنا الوالده بلي خاصنا نعسو كل واحد يشد بلاصتو. خالتي طبعا كتبات معنا في بيتنا انا وخويا الصغير، وخالاتي الاخرين وخالي قرروا باش يباتوا معنا، زعما لا توقع شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم هما نعسوا في الصاله ديك الليله صافي كلشي نعس، وحتى خالتي اللي تسكنات نعسات وانا ناعس حداها في الناموسيه. وبديت كنحس بلي بدات كتشدني الخلعه شويه بشويه. حاولت الناس ولكن والو، شي ساعتين وانا غير كنتقلب. عاد غفلت شويه وانا كنحل عيني، لقيت النهار بدا يطلع. انا كنعاود لكم هادشي وتبوريشه شداني. شفت جوج من خالاتي، وحده ناعسه حدايا والاخرى واقفه وكتشوف فيا وكتضحك. انا في ديك اللحظه حسيت باللي صافي قلبي غادي يوقف، وشدني واحد البرد غريب. بديت كنقرا القران ودرت على راسي المانطه وحلقي غادي ينشف، وكنعض يديا تحت المانطه باش نتاكد واش حلم ولا بصح. وكنطل شويه تحت المانطه وكنلقاها باقا كتشوف فيا وكتضحك. بغيت نتصدى شويه وهو يأذن الفجر، حسيت بواحد الامان غريب. طليت مره اخرى ما لقيتهاش، لقيت غير خالتي ناعسه عادي. انا في ديك اللحظه حسيت براسي عييت والارهاق شادني، حيت المدرسه وعاد ملي جيت من المدرسه طلعنا تاني لديك المدرسه المهجوره. داكشي كله كان عامل باش غفلت، حتى حسيت بالوالده كتفيقني مع تسعود وكتقول لي نوض تمشي للمدرسه. مشيت للمدرسه وبالي مشيت وكنفكر غير في داكشي اللي وقع لي البارح. دخلت للقسم وباقي مرفوع، بنادم كيدوي معايا وانا ما كنعرفوش شنو كيقول. انا كنحرك راسي وصافي. دخل الاستاذ وما حسيت بيش فوقاش دخل، داري يدي على خدي وساهي، وكنفكر كنقول دابا داكشي اللي وقع ليا غنكون غير كنحلم. كنبغي نصبر راسي، زعما كنقول مستحيل يكون حلم، وانا يديا عييت نعض فيها ومؤكد بلي داكشي ديال بصح. المهم عييت نتسائل حتى كنسمع الصوت ديال الاستاذ كيغوت بالجد. قفزت من بلاصتي، قال لي مالك ما كتسمعش؟ قلت ليه اسمح لي الاستاذ، عيان شويه وبالي ماشي معايا. المهم ديك ساعتين دازت بخير. خرجت بحليل من المدرسه وشديت الطاكسي، طلعت للدار لقيت الوالده وخالاتي كيهضروا مع خالتي، كيحاولوا يقنعوها باش تخرج معاهم، كيقولوا ليها نمشيو نضربوا دويره ونرجعوا، وهما ناويين يديوها لداك الفقيه اللي في المضيق. المهم قنعوها باش تمشي، وانا ما بغاوش يديوني معاهم، قالوا لي بقى مع اخوك الصغير راه غادي يبقى غير بوحدو. المهم بقيت انا وخويا الصغير مع ديك الربعه كنسمع الصوت ديال شي واحد كيدق. قلت شكون؟ وهي تقول لي الوالده حل. فتحت ليها الباب، طلعوا كاملين والوضع كان عادي.
جبت على خالتي الكبيرة، قلت ليها شنو واقع. قالت لي بلي داك الفقيه مسافر شي 3 ايام وغادي يرجع. صافي الامور بقات هكاك، وخالتي الصغيره اللي سكنات لحد الان ما دارت حتى شي حاجه وكتصرف عادي، ولكن كلشي دير بحسابه ليها. شويه جاتني بالي نقول للوالده داكشي اللي شفت البارح، ولكن تفكرت بلي راه ما غاتيقنيش وخليت داكشي غير عندي. صافي الامور بقات كيما هكاك حتى لديك 8 ديال الليل. خالاتي كلهم مشاو وخلي حتى هو، بقينا غير انا وخالتي الصغيره والوالده والوالد وخويا الصغير. الوالد طبعا كيكون في الخدمه ما كيجي حتى ل11:30. المهم ضربات ديك 9:30 والوالده تشعل التلفازه وشعل معها القران. خالتي قالت طفيه، والوالده قالت لها لا ما غنطفيش، وإلا ما عجبك الحال ضربي راسك مع الحيط. حيت عندي الوالده بحال هاد المسائل ما كتخافش منهم. ما علينا. خالتي ملي سمعتها قالت بحال هكاك سدات على ودنيها وبدات كتغوت وكتقول لها طفي. والو الوالده كتزيد في الصوت وهي طيح وبدات كتركل.